بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقه جديده. الاهلي بيكسب انبي 3-0، تاني 3-0 على التوالي بعد ماتش الزمالك. والناحيه التانيه عندك الزمالك بيكسب سموحه 1-0، وبيراميدز بيتعادل 1-1 مع سيراميكا. على فكره ماتش بيراميدز وسيراميكا كان ماتش سخن قوي، كان في اي لحظه سيراميكا كان يقدر يخطف جون يكسب بيه، وبرده نفس الكلام لبيراميدز. والناحيه التانيه سموحه كان حاول يتعادل برده في الاخر بس ما جاتش، ان شاء الله يوقعوا الماتش الجاي. تقريبا لاول مره الاهلي يطلع باتنين كلين شيت ورا بعض في الدوري، بيلعب ماتشين ورا بعض برده كويسين في الدوري. لكن الامل لسه موجود في الدوري ان شاء الله. بيراميدز يتعادل الماتش الجاي او يخسر، المهم ما يكسبش الماتش الجاي. والناحيه التانيه الزمالك برده نفس الكلام، لا الزمالك لازم يخسر من سيراميكا الماتش الجاي. اي نتيجه مش فارقه يعني، فاهم؟ ده يخسر 1-0 ده يخسر 1-0، بيراميدز يتعادل 1-1 والزمالك يخسر 1-0 2-1، مش فارقه الرقم. وانت تكسب المصري 1-0 2-1، اي نتيجه، المهم ايه؟ الزمالك يخسر بيراميدز ما يكسبش وانت تكسب المصري، اي نتيجه مش فارقه بقى النتيجه تبقى ايه عشان تاخد انت الدوري، يا اما تطلع مركز تاني. لكن اي نتيجه غير دي او دي انت ممكن بالنسبه للبدايات ما تلحقش المركز الثاني، يا ممكن تاخد مركز تاني وبيراميدز يكسب الدوري والزمالك يطلع ثالث. هي هتبقى لف. ودلوقتي ما فيش حد هيتساوي في التاني مع التاني في النقط غير الاهلي والزمالك. بيراميدز خلاص بعد في حوار حته تساوي في النقط عشان تعادل النهارده. هو لو كسب يا اما يبقى 54، لو خسر يبقى زي ما هو، لو تعادل يبقى 52. واتمنى يبقى تعادل 52، ايه تبقى تحس ان في شكل منافسه كده، الاهلي يكسب ان شاء الله 53 والزمالك يخسر، والاهلي يبقى ايه اول والزمالك تاني وبيراميدز تالت. المهم تعالى نبدا ايه بماتش الاهلي وانبي النهارده. بدا في حراسه المرمى مصطفى شوبير على اليمين، احمد رمضان على الشمال، احمد نبيل كوكا. قلبين الدفاع ياسين مرعي وهادي رياض. قدامهم اتنين امام ومروان، على اليمين طاهر وعلى الشمال كان زيزو وحسين وبن شرقي. في القلب كان بيبدلوا مع بعض، واحد يكون يطلع قدام واحد يرجع ورا، وهكذا. كان ساعات برضه طاهر بيخش مكان حسين وحسين هو يخش مكان طاهر. بدأ الماتش انبي هو اللي كان عايز يثبت لك بقى اللي انا ده نازل زي ما عملت مع الزمالك وبيراميدز، نازل اعمل برضه قدامك حته ومش عارف ايه. كان ليه فرصه في اول 5 دقائق مع اصابه مش فاكر تقريبا امام او حد زي كده. في الدقيقه 7 من اول فرصه للاهلي من عند طريق حسين شحات بتيجي جون. الجون بدأ بضغط من ياسين مرعي في كره عاليه بتوصل لامام عاشور، امام بيديها لزيزو، زيزو بيسندها لحسين، حسين بيروح وبيروح وبيروح بعد كده ايه ببطن رجله بيخبطها في الجون وتطلع فوق. جون حلو برده من حسين، بيفتح بيه الماتش بدري بدري. انت ضاغط بقى والجماهير والدنيا هايصه والدنيا حلوه ايه في اول 10 دقايق معاك، انت جايب جون وضاغط على انبي وشكلك كويس في الملعب. واحلى حاجه انك بتطبق نفس الفكره اللي لعبتها قدام الزمالك، بتلعب تحت الكوره، مع فرق بقى انك هنا بتضغط بسنه اكتر عن ماتش الزمالك. من بعد الهدف برضو ايه انبي يحاول يرجع يشكل عليك كوره واتنين، لكن كان بتعدي كده اللي هو ايه اي كلام، فاهم؟ اللي هو بيضبشهم، مش كور تقول اللي هي خطيره 100%. بعدها بتيجي فرصه لامام عاشور ملعوبه حلوه قوي من حسين الشحات، بيشوطها. ما كان يشوطها من مره واحده على الطاير بدل ما كان يستنى وياخد واحده واتنين، بس هي طلعت منه بره، عدت يعني من جنب القائم اليمين. وبعدها في الدقيقه 20 او الدقيقه 21 كره عاليه بتوصل لبن شرقي بيلعبها تشبايه لحسين شحات، حسين بيروح قدام مروان داوود بيسيب الكوره، بعد كده يطلع عليها عبد الرحمن سمير بيخبط حسين وياخد منها ضربه جزاء، بيخش عليها زيزو بيحطها ايه اقصى الزاويه الشمال على الارض تحت، ويسجل منها الهدف الثاني للاهلي. بعدها ايمي برضو حاول نفس الكلام، بس الاهلي ايه قافل ملعبه كويس والدنيا كلها تمام. عندك في اول نص ساعه اصابه لاحمد رمضان بيكهام، برضو بعدها حسين وقع ومسك رجله، بس بتبدل بينزل محمد هاني. الشوط الاولاني ممكن تقول فيه 3 4 فرص للاهلي، ما فيش فرص كتير للاهلي من التسجيل، لكن كانت شكلها كويس في الملعب والكره معاك اغلب الوقت، سايب الكره للانبي. لكن لما بتمسك كوره بتعمل شكل كويس في الملعب، بتقدر تخلق اكتر من فرصه، حتى لو الفرص دي ما مش بتطيح لكور خطيره انك تشوفها في الملعب. ونفس الكلام الناحيه الثانيه برضو الانبي. وبيخلص الشوط الاولاني بتقدم الاهلي 2-0. بعد كده بيبدا الشوط الثاني بتبديله للنادي الاهلي، بيطلع حسين الشحات للاصابه، بينزل مكانه اليو ديانج. من اول دقيقتين في الشوط الثاني في الدقيقه 47 ضغط من ديانج، بيوصل الكره بتوصل لامام عاشور بيسندها لبن شرقي بيحطها من مره واحده في البعيد، وبيسجل من الهدف الثالث للنادي الاهلي. برضو الماتش اللي فات الجون الثالث كان صنعه امام عاشور لبن شرقي. بعدها خلاص بقى الاهلي موت رتم الماتش خلاص، ساب الكره للانبي مهما يعمل من الفرص والكور الخطيره عادي، ما مش هتشوف من انبي حاجه لانك خلاص قفلت على انبي كل خطورته. لكن فرجوا عايزك مثلا تتفرج على لعيبه النهارده في انبي زي زكي كمال، محمد شريف حتحوت، محمد عبد الله، لعيبه كويسه قوي وممكن تفرق مع الاهلي لو جاب اسم او اسمين منهم. حتى علي محمود وقطاي ما فرقتش عليه كتير،
بس الكلام اللي عليه كتير حلو، فاكيد مش وحش، الناس اكيد يعني ايه ليها نظره. وفي برضو علي تمساح او حماده تمساح اللي نزل الباك رايت ده، باك رايت كويس. مروان داوود برضو كان عامل ماتش حلو. بتيجي الدقيقه 70 تبديل او تبديلتين للنادي الاهلي، بيطلع بن شرقي وزيزو اللي سجلوا الهدف الثاني والثالث، وبينزل مكانهم برمضان ومروان عثمان. نزلوا ما حاولوا يعملوا كذا كوره، مروان ادى كام كوره لعمر سيد معوض اللي نزل في الدقيقه 80. ما تقدرش تقول ان كان في فرص خطيره لانبي مثلا غير كوره او اتنين. كان في مثلا في الشوط الاولاني تقول ده كان في ضربه جزاء ممكن تتحسب، بس كان تيجي تبص كان في فاول لياسين مرعي على محمد شفعت حوت، بعد كده دخل اسمه ده كوك على كهربا. وفي الشوط الثاني ولا تقريبا مش متذكر، جون كهربا كان في الشوط الثاني او في الشوط الثاني الجون الثاني جاب من اوفسايد، كان باين قوي جدا على كهربا. دي الدقيقه 80 وبيطلع طاهر محمد طاهر وبينزل مكان عمر سيد معوض. انت كنت في باقي الشوط الثاني بتلعب باربعه في نص الملعب، انت لعبت كل لعيبه نص الملعب بتوعك النهارده لو تاخد بالك يعني. كان مروان موجود، بن رمضان، امام، ديانج، وكوكا كان بيلعب باك شمال. بس عمر سيد معوض لما نزل كان ليه لمسه، باين اللي هو لعيب بوتنشال كويس. نفس الاهلي يستغله، لو مش هتستغله طلعه من بدري دلوقتي زيه زي بلال عطيه وحمزه عبد الكريم على الاقل. انت مش هتستفاد بيهم ولا هتعرف تطور اللعيبه دي، لا هم يطلعوا بره يتطوروا، المنتخب مصر يبقى احسن، بدل ما يقعدوا وتبوظ اللي هو ايه تموت اللعيبه زي ما حصل، زي مع زياد طارق قبل كده، او سيد عبد النبي، ومين ورأفت خليل. في لعيبه كتيره ممكن اقول لك عليها. وبرده كان في كام كوره كده لما نزل، في كوره اللي عملها بالعرض عمر سيد معوض اسمه ده لامام عاشور. الكوره دي لو كان فتح له مساحه كويسه قوي ان هو كان يقدر يقطم ويشوط منها. كان في برده كذا كوره بن رمضان. المشكله اللعيبه كل واحد عايز يعمل لقطه حلوه وبتاع، لا احنا كنا فكرنا بشكل جماعي اكتر، كان ممكن الماتش ده يفتح معاك بشكل كبير. بدل ما كنت تسجل 3 النهارده كان الاهلي يقدر يكسب 6 زيها زي الماتش اللي فات. نفس الشيء هنا وهنا، اذا كان قدام الزمالك او قدام انبي. لكن بس الاهلي بيكسب 3-0 مع انبي، والزمالك عندك الناحيه الثانيه بيكسب سموحه، وبيراميدز بيتعادل بيتعثر. اتمنى تحصل، اصل خلاص هي ماتش. يلا بينا نخش على تقييم اللعيبه. في حراس المرمى مصطفى شوبير غلط في كوره او كورتين، ف ممكن يعني ياخد 7 من 10 8 من 10. برده ما اختبرش في كور كتير، وفي الكور جات له يعني اتعامل معاه بشكل كويس ما عدا كورتين. لعب قدامه ياسين مرعي وهادي رياض نفس التقييم، كل واحد هياخد 7 من 10. اقل سن الماتش اللي فات، عشان الماتش اللي فات كان فيه اللي هو عايزين نجز سنه اكتر. الماتش ده مش وحشين، بس هما يعني سنه الجز دي لو كانت موجوده كان ممكن التقييم يعلى شويه. ناحيه يمين لعب احمد رمضان، لعب 25 دقيقه ما لعبش كتير، ممكن 4 من 10 او 5 من 10 شويه اللي لعبهم. ناحيه الشمال كوكا عمل ماتش حلو النهارده، كان متحرر اكتر بسبب ان تريزيجيه مش موجود. تريزيجيه مشكلته ان هو كان كل ما الكوره بتجيله كان على طول يلعب لوحده. لكن الناحيه المره دي اذا كان زيزو لما كان بيميل ناحيه الشمال او بن شرقي، لا كان بيطلعوا كوكا، كان كوكا بيبان. فكوكا النهارده ممكن ياخد 7 من 10. لعب في نص الملعب مروان عطيه، كل الماتشات اللي فاتت، ماتش بيراميدز الزمالك سيراميكا، كل ماتش بنقول مروان عطيه من نجوم الماتش من نجوم الماتش. مروان عطيه النهارده 8 من 10 مستريح. لعب جنبه امام عاشور احسن من الماتش اللي فات شويه، الرعونه قلت من امام شويه الماتش ده، فممكن امام النهارده ياخد 7 من 10. لعب على اليمين حسين الشحات نجم الماتش النهارده، هو اللي فتح لك الماتش في الدقيقه 7، بعد كده يجيب لك ضربه جزاء في الدقيقه 20. فحسين الشحات النهارده ياخد 9 من 10. على الشمال لعب زيزو، عمل ماتش نوعا ما يعتبر يعني ممكن هو اقل واحد النهارده في اللي بدأوا اساسي، فممكن ياخد 4 من 10. لعب قدام بن شرقي وطاهر، زي ما قلت لك في اول الفيديو ان طاهر كان بيبدل مع حسين وبن شرقي، كانت في لا مركزيه في الحته اللي قدام دي. بن شرقي يعتبر ثالث نجوم الماتش بعد حسين ومروان عطيه، ممكن ياخد 7 من 10. لعب جنبه طاهر محمد طاهر، برده ماتش مش وحش من طاهر، اقل من الماتش اللي فات لكن ماتش يعني يعتبر متوسط او فوق متوسط بحاجه بسيطه، 6 من 10. طاهر محمد طاهر. نزل محمد هاني بعد ما نزل في الدقيقه 25، في كذا كوره وكذا فرصه اتيحت لانبي من ناحيته، لكن بعدها تدارك الموضوع من الشوط الثاني نوعا ما. بس هاني ممكن ياخد عشوائي اللي لعبه النهارده، او هو يعتبر لعب ماتش كامل يعني مع كام دقيقه، ممكن ياخد 6 من 10 محمد هاني. نزل كمان بن رمضان ومروان عثمان، حاولوا يعملوا حاجه نوعا ما، فممكن ياخدوا المتوسط 5 من 10. وبرده نفس الكلام عمر سيد معوض نزل وكان بيحاول يعمل برده حاجه، برده لعيب صغير نفسك تشوفه عايز يعمل حاجه لنفسه، فممكن برده 5 من 10. وصح برده نزل اديو ديانج بين الشوطين، فديانج لعب شوط كويس احسن من ماتشات فاتت كتير،
فديانج ممكن النهارده ياخد 6 من 10 على الشوال اللي لعبهم، برضه ساهم في الجون الثالث. وبس ان شاء الله تحصل المعجزه يوم 20. اتمنى يا رب يعني كده ايه يوم 20 نيجي كده نبقى مبسوطين، الاهلي كسبان الدوري وخلاص، مش فارق معايا اي حاجه تانية. إيه الزمالك يخسر وبيراميدز يخسر يتعادل مش فارقه، المهم بس بيراميدز ما يكسبش والزمالك يخسر ان شاء الله، والاهلي يبقى بطل الدوري. دوري ممكن من اوحش الدوريات اللي الاهلي يكسبها، لكن الاهلي لو كسب الدوري ده لا تفرق معانا بشكل كبير. اللي هو انا في اسوأ حالاتي بكسب الدوري عادي، انتوا كده كده هفاءات. هو اصلا لولا يعني انت فاهم ماتش من الماتشات السهله احنا ضيعناها زي ماتش سيراميكا، ماتش طلع الجيش في الدور الاول، كذا ماتش في الدور الاول كتير، ماتش مودرن، ماتش المحله. احنا في ماتشات كتيره في الدور الاولين ضيعنا نقط كتير على الفاضي، تعادلات كتير قوي على الفاضي في الاول، في اول الدوري. انت لو كنت كسبت ماتش واحد منهم بس، او كسبت ماتش وتعادلت ماتش من اللي انت خسرته، يعني مثلا تعادلت قدام طلائع الجيش وكسبت غزل المحله مثلا، او كسبت مودرن، اي حد من الاثنين، او كسبت سيراميكا في الدور الثاني، خلاص انت كان زمانك انت اصلا متصدر الدوري، مش فارق معاك كل ده حتى لو كنت خسرت من بيراميدز راح جاي، فاهم؟ بس خلاص ده المكتوب يعني. ان شاء الله الاهلي يكسب الدوري ان شاء الله، اتمنى يا رب. وبس ده كان مجرد راي شخصي، ولا برايك تحت في الكومنتات، وما تنساش تدعي لاخواتك في السودان وفي فلسطين، وصلي على النبي. يلا السلام عليكم.